سالو لي زامي، اهلا وسهلا بكم في فيديوهات تعليم اللغه الفرنسيه مجانا. انا هبه. درسنا النهارده هيكون بعنوان parler de ses goûts. parler de ses goûts يعني ايه parler de ses goûts؟ يعني نتكلم عن الحاجات اللي بنحبها او الحاجات اللي ما بنحبهاش، يعني من الاخر كده نعبر عن تفضيلنا للحاجات، افضلياتنا. في حد بيحب الرسم، في حد بيحب الموسيقى، في حد بيحب الرقص، في حد بيحب الكتب، في حد بيحب التياترو، في حد بيحب الاوبرا، الحاجات كتير كتير كتير. طيب هناخد النهارده 4 افعال هيساعدونا على اننا نعبر عن الحاجات اللي بنحبها والحاجات اللي ما بنحبهاش. ايه هما ال4 افعال؟ طيب اول فعل، لو حاجه بعشقها جدا، اللي هي هعبر عنها هقول ايه؟ جادور. يبقى جادور معناها ايه؟ انا بعشق الحاجه دي. طيب لو انا بحب الحاجه عادي، يعني معجبه بيها حب عادي، فهقول ايه؟ جيم الحاجه دي بحبها، حاجه حلوه كويسه. طيب لو انا الحاجه دي لا ما بحبش هقول ايه؟ هقول je n'aime pas. طيب لو انا بقى بكره الحاجه دي ما بطيقهاش، هقول ايه؟ je déteste دي يعني انا ما بطيقش الحاجه دي. طيب حلو قوي، يبقى خدنا 4 افعال نراجعهم. الدرس سهل جدا النهارده. اول حاجه j'adore يعني انا بعشق. j'aime يعني بحب، I like. طيب je n'aime pas يعني ما بحبش. طيب je déteste يعني ما بطيقهاش. طيب خلينا ناخد امثله عن الانشطه اللي ممكن اجي اعبر عن سواء انا بحب النشاط ده او ما بحبوش او نص نص او بكرهه او بعشقه كده. طيب ايه بقى الامثله اللي عن النشاطات اللي ممكن نقولها؟ اول نشاط عندنا الرقص. يعني ايه الرقص باللغه الفرنسيه؟ يعني لا دانس. اقول مثلا جو نيم با لا دانس، انا ما بحبش الرقص. طيب تاني مثال عندنا هو الرسم يعني ايه باللغه الفرنسيه؟ يعني لا بينتور. وركزوا معايا قوي علشان النطق بتاعها تريكي شويه، بس احفظوها. يبقى الرسم يعني ايه؟ لا بينتور. حلو قوي. طيب التياترو، لو تياتر. اقول مثلا انا بحب التياترو، جيم لو تياتر. طيب الاوبرا، لوبيرا. طيب القرايه، لا ليكتور. جيم لا ليكتور، جادور لا ليكتور. طيب لو انا عايزه اقول ان انا بحب الكوميك بوكس. عارفين الكوميك بوكس اللي هي زي ايه؟ على ايامنا كده كانت ايه؟ بطوط وميكي، كانت مجلات كده صغيره وكان فيها يعني القصه مرسومه، دي للاطفال. طيب القصص دي اللي هي قصص مرسومه اسمها ايه باللغه الفرنسيه؟ اسمها لي بون ديسيني. الكلمه دي هتفيدكم قوي لما تروحوا اي مكتبه بالمناسبه باللغه الفرنسيه يعني بيبليوتيك. يبقى انت لما تروح البيبليوتيك وتطلب ان انت عايز مثلا كتب مصوره، بيسموها كتب المصوره دي لما تسال عنها في البيبليوتيك ما تنساش تقول انا عايز لي بون ديسيني. اخر حاجه المزيكا اسمها لا ميوزيك. طيب ناخد مثال علشان نختم بيه حلقتنا النهارده. لو انا عايزه اقول ان انا بحب الرقص لكن بكره القرايه، هقولها يبقى هقول جيم لا دانس مي بمعنى لكن جو ديتست لير يعني انا بكره القرايه. درسنا النهارده انتهى، كان درس سهل قوي. لو حاسس انك استفدت ما تنساش تدوس سبسكرايب وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، وما تنساش تدعمنا بلايك وشير عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن وعلشان غيرك يستفيد. باي.